ما تقرا آية الكرسي والقوافل تنفث داخل، عقب تحتسي منه 3 حسيات، وعقب تصب باقي الماء من قمة راسك لسائر جسمك. بإذن الله ويقين بالله بيذهب منك كل ما في أذى من عين وحسد وسحر. وهل انتهينا أو اكتفينا من فوائد شجر السدر؟ لا، بعد في فوائد راح أذكرها لكم. وتشوفون أوراق السدر اليابسة الطايحة هني، هذه جدا مفيدة لأمراض الجلد، بالخص للأكزيميا. تاخذ أوراق السدر طايحة اليابسة وتطحنها وتذوبها بزيت زيتون، وعقب تدهن المنطقة المصابة، وبإذن الله راح تشفى من هالإصابة. وله فوائد يقول لك لأمراض الرأس والشعر. يقول لك غسل الشعر بماء مطبوخ بورق السدر، اللي تشوفونه هني، يقي من تساقط الشعر ويكسب الشعر لمعة. وبعد أوراق السدر جدا مفيد للحموضة، يعني تاخذ لك مجموعة من هالأوراق الخضراء وتاخذها تمضغها وتاخذ العصارة، بيعالجك من الحموضة. والحين للثمر، ثمر السدر اللي هو النبض، يقول لك هذا بعد جدا مفيد للديدان، يعني يقضي الديدان البطن ويعالج تقرحات المعدة. والحين للعسل، عسل السدر. عسل السدر من أفضل أنواع العسل لعلاج أمراض الكبد، وعلاج ممتاز لسلس البول، وعلاج للقولون، ودائما يستخدمون الحريم قبل الولادة لتسهيل عملية الولادة. عسل السدر مشهور جدا، عسل السدر الأصلي لتنقية البشرة، إذا استعملت استعمال يومي ينقي البشرة. وبعد أوراق السدر، يعني أنا راح أقول لكم شيء ما أعرف استنتاج يعني عن أوراق السدر. ليش؟ إيش معنى أوراق السدر؟ بعد أوراق السدر تستخدم لغسل موتى، يعني ذكر في الصحيحين عن الرسول عليه الصلاة والسلام عند موت شخص محرم قال اغسلوه بماء والسدر. أنا صراحة أسأل نفسي أقول إيش معنى يعني هذه الأسرار العجيبة أو هذه الروحانيات العجيبة في هذه الشجرة هذه، بالخص أوراقها. سبحان الله، أوراق شجر السدر نفس ما تشوفون كل أوراقها كذي، كل أنواع السدر هذا يقول كل ورقة فيها لفظ الجلالة بالخط الديواني. شوفوا هذه ورقة وهذه ورقة ثانية، كل أوراق السدر نفس الشكل، كلها عليها لفظ الجلالة بخط الديواني. وعرفتوا الحين يا متابعيني الهدية ربانية شو هذه؟ شجرة السدر هدية من الله لنا. بعد لو تبحث بعد راح تلاقي فوائد، يعني الحين هذه بس على شكل سريع، بعد في فوائد. تاخذ أوراقها علاج للكسور، علاج لآلام الركب، بعد ما نخلص من الحين.